السلام عليكم ورحمة الله. الآن قرعة الحج، حجاج بيت الله الحرام. طبعا تعرفون كل سنة تكون قرعة وقمة النزاهة، كمبيوتر حاسبة هو يطلع الأسماء. هذه سنة 2026 عدد الحجاج لهذه السنة 33,000 حاج، شاملا بذلك هذا الرقم 33 كردستان، إقليم كردستان. خلينا نسحب القرعة بدون ما نباوع. حصة السيد الوزير ما نقدر نقول له، وزير التجارة ما نقدر نقول له، فهم يستاهل حصة. هسه شوف ايش قد نقرر نعطيه، 20 اسم 30 اسم. الحصة الثانية حصة وزير الدفاع. لا تصدقون انه يعني شايفن قدامكم قمة الشفافية والنزاهة. حصة الهيئة وصديق رئيس الهيئة وأقاربه، هذول ما يستاهلوا لهم فد 100 اسم؟ مو لهالدرجة يعني. حصة الضابط، هذا ضابط مهم ومركزه مهم نحتاجه، يعني إذا نعطيه فد 100 اسم شنو، أو 50 اسم. حصة الشاعر اللي كتب شعر للرئيس، رئيس الهيئة، نعطيه فد 3 اسماء. حصة أعضاء البرلمان، هذول أعضاء البرلمان سواء نعرفهم أو ما نعرفهم لازم نعطيهم حصص، والسبب لأن ذول يصدعون الرأس، خاف يسوون استدعاء أو تعال يا عمي ما لنا خلق. حصة أصدقاء الضابط، مو مشكلة، هسه نعطيه فرد 5 اسماء. حصة أصدقاء رئيس الهيئة، إذا رئيس الهيئة الرجال شي يسوي؟ كل ساعة واحد مخابرة، هم ينطي. بس أرجع وأقول قمة الشفافية والنزاهة، بعد ما أقدر أغمض. سريعا، حصة وزير الداخلية، حصة أصدقاء ابن رئيس الهيئة وابن نائب رئيس الهيئة وولد الهيئة كلهم. حصة أقارب زوجة المسؤول، وزوجة المسؤول شان ما لها حصة؟ يكون إلها حصة. المهوال اللي هوس على الرئيس لازم ننطيه مقعد. حصة المحافظ لازم له، محافظ البصرة، محافظ كربلاء، محافظ الواسط، محافظ لهم كون شو نسوي، مبتلين بلوى. أيضا حصة وزير التربية هم لازم ننطيه حصة. حصة المحافظ وحصة صديق المحافظ، حصة صديق عضو البرلمان وحصة صديق ابن عم عضو البرلمان، حصة رئيس هيئة الحج نفسه وحصة ابن عم المحافظ، وأخيرا حصة رئيس الوزراء. هذا القرعة الحقيقية. إما اللي يسولف لي بالنزاهة والقرعة وما أدري شنو، عيب. إخواني الكرام، أنا أقسم بمن أحل القسم، الله الذي لا إله إلا هو، أنا أعرف حجاج مساكين، رجال كبار في السن، رجال ونساء، صار لهم أكثر من 10 سنوات بهالحصة المسخمة وما يطلعون، سنة بعد سنة، سنة بعد سنة ما يطلعون. ليش؟
لا عضو برلمان مخابر لهم، ولا محافظ مخابر لهم، ولا رئيس الهيئة مخابر لهم، ولا الوقف مخابر لهم أبدا. ليش؟ مو عيب؟ هسه تلاعبتوا بأرقام وبسرقات، بس تتلاعبون بناس يريدون يروحون يصحون لبيك اللهم لبيك وبفليساتهم وما طلعتوهم. هي هاي نزاهتكم؟ هي هذه الشفافية مالتكم؟ هو هذا الدين اللي انتم تتكلمون عليه؟ لما شخص صار له 20 سنة بعد سنة يروح للحج، لا هو مقاول ولا هو حمل دار ولا هو طباخ، لكن عنده فلوس، تاجر، وأصدقائه يتهافتون عليه، مسعد اللي يطلع له. استحوا، خجلتوا الله نفسه، الله اللي خلقكم خجل من خلقكم. الله يساعد الناس، رجال ونساء، هذول اللي يتصلون إلي الناس والله يشلعون قلبي. أسأل الله كل إنسان تلاعب بموضوع الحج، أسأل الله أن لا يتقبل منه، وأن لا يوفقه، وأن لا يرضى عنه، وما هو إلا تربية شارع، لأن اللي يغش واللي يكذب ما ممكن أن يكون متربي. دمتم سالمين.